مرحبا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية يا رب، ورمضان كريم عليكم. ورجعنا لكم باكسسوارات جديدة مناسبة اقتراب على العيد طبعا. ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين يا ربي. راح نشتغل هذا الاكسسوار بنات، حلق او تراتي من الكروشيه. تمام، كل سهل وبسيط. طبعا راح نحتاج بنات، راح نحتاج مقص، شيء اكيد نقص الخيط، وراح نحتاج ابرة تنظيف، وراح نحتاج شذر او فصوص او اي شيء، شنو عندكم الموجود تقدرون تستخدمونه، والحلق فقط. والخيط هماتي راح نستخدمه، راح نستخدم خيط انا راح استخدم خيط قطن يصير للطواقي، يعني الخيط يكون رفيع حتى ما يصير ثقيل على الاذانات بنات. اوكي، يلا نبدأ على بركة الله ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. راح استخدم سنارة رقم 1.5. تمام، هاي 1.5 بنات. اوكي، الآن راح اشتغل دائرة سحرية بهذا الشكل واقفلها. تمام، راح ارتفع 2 سلسلة، مجرد ارتفاع راح ارتفعهم بنات، ونشتغل 18 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7. أكمل 18 عمود بلفة بنات وأرجع لكم حتى ما يطول الفيديو عليكم. كملت 18 عمود بلفة، أغلق الدائرة، أغلق الدائرة كل زين، وراح أجي أغلق بأول حشو، أول عمود اشتغلته. نترك السلاسل ما نشتغل عليهم، راح نشتغل بأول عمود. ندخل هذا، أخذ الخيط وياي ونغلق بمنزلقة بهذا الشكل. الآن ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. اوكي، وراح اشتغل عمود على كل غرزة، عمود بيناتهم سلسلة، يعني 18 عمود بينهم سلسلة. احنا ارتفعنا 4 سلاسل، 3 تكون للعمود وواحدة تكون الفاصل. هاي سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. أكمل إلى نهاية الدور، يصبح عندي 18 عمود بلفة بيناتهم سلسلة. كملت 18 عمود بيناتهم سلسلة بنات. الآن آخر شي اشتغل السلسلة، وراح أغلق بثالث غرزة ارتفاع. نترك سلسلة هنا ونغلق بثالثة غرزة منزلقة هذا الشكل. تمام، الآن بنات راح نشتغل، راح ندخل داخل الفراغ بغرزة منزلقة. تمام، وراح ارتفع 1 2 3 مثابة عمود. اوكي، وراح اشتغل غرزة الكلاستر مكونة من 3 أعمدة. اشتغلنا احنا بالبداية 3 سلسلة، وراح نشتغل عمودين، العمود الغير مكتمل وهذا العمود الثاني أيضا غير مكتمل، وأسحب وأغلق بغرزة سلسلة. أغلقنا بسلسلة، وراح نغلق سلسلة ثانية، وندخل ونشتغل عمود غير مكتمل الأول، العمود الثاني غير مكتمل، والعمود الثالث الغير مكتمل. أسحب، أخذهم كلهم مع بعض، نقفلهم سلسلة.
تمام. على الفراغ اللي بعده عمود بلفة غير مكتمل، العمود الثاني غير مكتمل، العمود الثالث غير مكتمل. هذا الشكل نغلقهم بغرزة سلسلة، بعدين نشتغل سلسلة. تمام. نجي على الفراغ اللي بعده أيضا نشتغل عمود الأول غير مكتمل، عمود الثاني غير مكتمل، عمود الثالث غير مكتمل. طبعا هي غرزة الكلاستر بنات، بس مرة ثانية أغلط أسميها غرزة الإبليسي. تمام. فسامحوني يعني إذا شوية أنسى بعض الأحيان الغرز. أدخل الآن أشتغل غرزة العمود بلفة غير مكتملة، غرزة العمود الثاني غير مكتملة، غرزة العمود الثالث غير مكتملة. بهذا الشكل نغلق غرزة بعدين سلسلة. راح أشتغل 9 مجموعات. أنا هسه اشتغلت 2 4 5، بعد 4 مجموعات وأرجع لكم. بنات اشتغلنا 9 كلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الآن غلقت أنا بسلسلة واحدة الكلاستر. الآن راح ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وراح ارجع اشتغل 9 المتبقية من الكلاستر على الجهة الثانية. يعني هاي الجهة الأولى 9 واشتغلنا 5 سلسلة، وراح نشتغل الجهة الثانية أيضا 9 مجموعات من غرزة الكلاستر. كل فراغ نشتغل 3 عمود بلفة، نغلق بسلسلة وسلسلة تكون فاصلة. أجي على الفراغ اللي بعده أيضا غرزة الكلاستر، هذا الشكل، نغلق سلسلة فاصلة تكون. راح أكمل أيضا 9 مجموعات الجهة هاي وارجع لكم. الآن كملت 9 مجموعات بنات، 2 4 6 8 9. تمام. الآن مثل ما اشتغلت هنا 5 سلسلة، راح أشتغل 5 سلسلة أيضا، 1 2 3 4 5. تمام. وراح أجي أغلق بأول كلاستر اللي اشتغلته داخل الكلاستر بالضبط، أغلق منزلقة. أوكي. راح أرتفع سلسلة واحدة وأرجع أشتغل حشو واحد داخل الكلاستر. بالفراغ مالت السلسلة هاي راح أشتغل 2 حشو، 1 2. على الكلاستر راح أشتغل حشو، أجي بالفراغ أشتغل 2 حشو. تمام بنات. طبعا أنا فتحت لايف قبل يومين، هماتين اشتغلت لكم على اللايف. راح أشتغل أيضا 2 حشو داخل الفراغ السلسلة. على الكلاستر نشتغل حشو، بالفراغ نشتغل 2 حشو داخل الكلاستر حشو، بالفراغ حشو 2 على الكلاستر حشو. أوصل لنهاية الدور هذا لحد ما أوصل للسلاسل وأرجع لكم. بنات وصلت إلى نهاية الدور. هنا أنا راح أشتغل حشو أيضا داخل الفراغ. اشتغلنا حشو داخل الفراغ. الآن راح نشتغل نصف عمود، بعدين نشتغل عمود بلفة، 2 سلسلة، ونرجع نشتغل 2 عمود بلفة، عمود بلفة، نصف عمود، حشو، ونجي ندخل على الكلاستر نشتغل عليه حشو. بعدين نجي للفراغ نشتغل 2 حشو على الكلاستر حشو، بالفراغ 2 حشو على الكلاستر حشو، الفراغ ندخل ونشتغل 2 حشو على الكلاستر حشو، بالفراغ 2 حشو. نكمل إلى نهاية الدور وارجع لكم بنات. الآن بنات وصلت إلى نهاية الدور، باقي بس هاي الحلقة أمليها.
تمام. اشتغل حشو على الكلاستر، ادخل داخل الفراغ اشتغل حشو، بعدين راح اشتغل نصف عمود، بعدين اشتغل عمود بلفة، 2 سلسلة، وارجع اشتغل عمود بلفة، عمود بلفة الثاني، لا العفو، نصف عمود، حشو. الآن راح أغلق بمنزلقة بأول حشو اشتغلناه. أنا ما راح أغلق إغلاق، راح أقص الخيط وأغلقه بالإبرة. بناتي هنا دخلنا داخل الفراغ، اشتغلنا حشو، نصف عمود، عمود بلفة، 2 سلسلة، عمود بلفة، نصف عمود، حشو. أوكي، راح نجيب المقص ونقطع الخيط بهذا الشكل. طبعا الخيوط راح انظفها، بس اغلق هذا وياكم حتى تكون عملية الغلق واضحة، لان انا ما اغلقها بالسنارة، اغلقها خصوصا اخر دور اغلقه بالابرة. تمام. راح اجي ادخل باول حشو اشتغلنا، هذا اول حشو اشتغلته، هذا اول حشو. تمام. اغلق، ادخل هذا الشكل، بعدين اعبر الخيط لهاي الجهة، اروح على اخر حشو اشتغلته، ادخل في الوسط بنات باللوب الخلفي، مو اللوب الامامي، اللوب الخلفي. هاي مو عندنا هنا غرزتين، راح ادخل وسطهم واطلع من الخلف. شوفوا بهذا الشكل انغلقت وياي كأنه غرزة واحدة، مين عرف مين غلقت. اوكي، هذا الشكل راح انظفه للخلف الخيط هذا كله، وانظف هذا الخيط وارجع لكم. الآن بنات كملت، أنا مشتغلة وحدة من قبل واشتغلت وحدة وياكم حتى ما نطول عليكم الفيديو. الآن راح أجيب هذا الحلق مباشرة بدون حلقة تواصل، أجي أدخل وين يا بنات يا حبايبي يا قلبي. أتمنى اللي وصلت اللي هنا ما تنسانا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، وتعليق من ايدك الحلوة حتى اعرف انتي دخلتي قناتي وعجبش الفيديو يا حلوة، فدوى لقلبكم. راح نغلق على كيفنا حتى من نكبسها زيادة بهذا الشكل بنات. نجيب الثانية ايضا على كيف افتحها، لان هذه الاسلاك مالتها اخاف تنكسر. اوكي، واجي ادخل داخل السلاسل بنات من الوسط، هاي السلسلتين اللي اشتغلناها ادخل بداخلها من الوسط واغلق. اوكي حبايبي، الان ايش عندنا؟ الفقرة الاخيرة البقت، وهي فقرة الخرز او الشذر او الفصوص، نخليها حتى تعطينا جمالية اكثر بهذا الشكل. تمام. انا حزكها بالبي 7000، هذا بالبي 7000، وارجع لكم حبايبي. ولهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أخليكم في أمان الله وحفظه، ومع ألف سلامة.